بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن واجهة البرنامج وأشرطة الأدوات، وعرفنا ازاي بنعدل الوحدات وبنغيرها حسب ما احنا عاوزين، وقلنا إن احنا بنغيرها من قائمة ويندو، بنختار موديل انفو وبنيجي على اليونت بنعدل الوحدات حسب ما احنا عاوزينها، بعدين نضغط انتر. وتعرفنا على شريط الأدوات اللي فيه أدوات الرسم والتعديل والأدوات المساعدة اللي احنا اتكلمنا على بعضها المرة اللي فاتت، اللي هي أداة السلكت وأداة الإريس أو الممحاة. وتعرفنا على الست أدوات بتوع الرسم اللي هو اللاين والريكتانجل والسيركل والآرك والبوليجون والفري هاند. النهاردة إن شاء الله هناخد أدوات التعديل، وهناخد أول أداة معانا اللي هي أداة البوش والبول أو الإكسترود، اللي هي السحب والدفع. مثلا أنا عندي مربع، قلنا المرة اللي فاتت لو أنا مثلا عاوز أعمل مكعب بعمل مربع مثلا طول دول 4، يبقى بعمل مربع 4 في 4. وتعلمنا إزاي نعمل المستطيل أو المربع 4 في 4. أنا مثلا عاوز أرسم على الوجه ده يطلع لي على الزد، بروح مظبط الشاشة زي ما احنا قلنا بالسكرول بتاعة الماوس عشان أقدر أرفع المستطيل أو المربع. هنا مش لازم أكتب الأبعاد، وأروح واخد من النقطة دي للنقطة دي فبتعمل لي مكعب طول ضلعه 4 متر بالشكل ده. مش معقولة كل ما أجي أعمل مكعب أعمله بالطريقة دي، وبعدين في حاجات بتبقى معقدة أكتر من المكعب. فهنا بنقدر نستخدم أداة من أدوات التعديل، هي أداة الإكسترود أو البوش والبول. باجي أول لما بضغط على أداة الإكسترود سواء من الشمال، هنا أنا عاملها على الشمال، أنت ممكن تنقل القوائم دي حسب ما أنت عاوز، بس أنا بفضلها على الشمال. أيا كان يعني لو أنت شغال بتقدر تحرك القوائم دي. أول ما بتختار الإكسترود من القائمة بتاعة التعديل قائمة الأدوات، فلما بتيجي على السطح هو أولا بيعمل الأسطح بس، يعني مش معقولة هاجي على حافة زي الخطوط دي وأروح رافعها. أو لو مجسم مثلا اللي بيبقى عاملينه كومبلنت أو جروب زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله، مش هنعرف نعمل له اكسترود إلا لما ندخل جواه الأول نفتح الجروب وبعد كده نعدل عليه براحتنا. فأول لما بتيجي على سطح زي ده كده ويبقى قابل للتعديل أو للرفع، بيتعمل لك نقط كده، بيتعمل نقط كده أو خطوط منقطة، بيقول لي إن هو قابل للتعديل أو قابل للرفع. فبضغط عليه كليك شمال وبسحب لفوق كده. بلاحظ هنا اللي هو الارتفاع بتاعه بينكتب في مربع القياسات زي ما احنا قلنا، مثلا لا إما بتعمله بمجرد النظر أو بتقول له أنا عاوز أعمل ارتفاعه 4 متر. ده اللي هو السحب أو الرفع. طب أنا عاوز أعمل بوش لجوه أو دفع لجوه. مثلا أنا عاوز أعمل حرف ال مقلوب كده، عاوز أمسح المربع ده بس طولي، يعني أنا عاوز أمسحه بالطريقة دي، أضغط عليه كده كليك شمال وأسحب لجوه كده حسب ما أنا عاوز. مثلا أنا هعمله بالنص يبقى 2 متر. لا طب أنا عاوز أمسحه كله، أنا عاوز أخليه حرف ال بس مش أخليه بالطريقة دي كده. بروح ضغط عليه كليك شمال بيبقى ساحب معايا، بس بسيب إيدي من على الكليك عادي يفضل ساحب معايا كده. إما بعمل له بول أو بوش. أنا عاوز أمسحه خالص. أول ما باجي هنا ممكن بروح جايب الماوس يمين أو شمال سنة بسيطة كده،
فبلاقي اللون الرمادي ده بيبدأ ينغبش كده أو يتلون بألوان مختلفة. أول ما أضغط عليه كليك شمال بيتمسح السطح كله وبيتعمل بالطريقة دي كده. طيب أنا عاوز أعمل ده بني وأروح سحبه كده. تقدر بقى ترسم أي شكل أنت عاوزه، أي مجسم. ممكن بدل ما تكتب من هنا من المربع القياسات، ممكن مثلا أنا عاوز أعمله يكون على ده بالظبط، بروح جاي بالماوس واقف عند النقطة دي أو على أي نقطة في الخط على الخط، وأروح ضغط كليك. أنا عاوز أعمله عند نص الخط ده، باجي عند نصه بلاقيه عمل لي نقطة زرقاء كده أو كورة زرقاء كده، بيقول لي مكتوب عليها ميد بوينت. نعمل النص هنا. أيا كان بقى تقدر ترسم الأشكال أو المجسمات اللي أنت عايزها. بكده نكون خلصنا أداة الإكسترود، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.